السلام عليكم يا احلى اخوات في الدنيا، وحشتوني. النهارده هنعمل العظمه دي. بصوا العظمه والجمال. يلا بينا نبداها بسرعه كده بابسط مقادير موجوده عندك في المطبخ. معايا كوبايتين دقيق، انا عاملاه معيراهم بنفس المج اللي قدامكم ده. حتى هو لسه متعوز دقيق، فانا حطيت عليه نص كوبايه اللبن. ومعايا ذره ملح ما بين صوابعي، ومعايا معلقه كبيره بيكنج باودر، ومعايا 3 معالق سكر حبيبات العادي بتاعنا. هجيب البولة بتاعتي النضيفة الناشفة وافضي فيها كل مكونات الجافة بتاعتي. حاجة جميلة وخفيفة، وكمان ما بتاخدش ولا وقت ولا مجهود ولا مقادير، وهتعجبك. دي بقى ايه، تحطي منها واحدتين للاطفال كده مع كوبايه الشاي بلبن الصبح يفطروا بيها. تحطها لهم في اللانش بوكس بتاعهم وهم رايحين الحضانه المدرسه. يعني حاجه جنب السندوتشات كده، وحتى لو ما خدوش سندوتشات ديت هتكفيهم يعني. وجبت نص كوبايه اللبن بتاعي، وقمت مفضيها على العجينه بتاعتي. وقلبي بقى ايه كويس. الاول هقلبهم كده، وبعد كده بقى هقلب بايدي. دايما العجينه بالايد بتفرق كتير، بتحسي ملمسها عامل ازاي، وبتحسي انت كده شايفاها مظبوطه، ولا عايزه تخفف شويه التقل براحتك. ممكن تلبسي الجلافز، بس انا بصراحه ما بحبهمش، ما بلبسهمش الا وانا بعمل احيانا حاجه يعني زفاره، يعني زي الفراخ زي السمك كده، وبالذات كمان السمك لو بعمل اسماك بلبسه. قلبي بقى كويس جدا لحد ما تتكون معاكي عجينه. العجينه ديت يا جماعه بتبقى ناشفه شويه، يعني بتبقى شديده شويه، ما بتبقاش لينه وطريه زي ولا ناعمه زي بقيه المعجنات يعني. دي بقى ينفع تاكليها مسكره، وينفع تاكليها زي ما انا قلت لكم كده. انا هنا حطيت معلقتين 2 لبن، وحطيت عليهم معلقه نشا، عشان طبعا انا حاطه معلقه بس بيكنج باودر، فانا عايزه النشا تنشط كمان البيكنج باودر معايا عشان ما تاخدش وقت معايا وتبقى هشه. انا عايزاها هشه جدا قطنيه. اقلب النشا كويس كده مع اللبن. ده لبن عادي خالص، مش سخن ولا ساقع ولا اي حاجه. افضيه بقى على العجينه بتاعتي، بس مش هفضيه كله، يعني هفضي حاجه بسيطه بحاجه بسيطه، عشان لو لقيتها محتاجه احط لها، مش محتاجه خلاص. عشان زي ما قلت لكم هي بتبقى ماسكه شويه. يا رب لو عجبكم فيديوهاتي ما تنسونيش في الاشتراك في القناة واللايك والشير عشان يوصل لكل اصحابنا وحبايبنا، وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. بحبكم قوي والله لما بلاقيكم كده معايا كل يوم. بس بعد ما عجناها كويس وخدمناها كويس، جبنا بقى على الرخامة بتاعتي او على مفرش العجين شوية نشا صغيرين خالص. وهبصوا هدعك بقى يعني هعجن كده العجينة ده حكاية حلوة كده. بصوا انا اكني بدعك والله يا دوم، مش بعجن. اعجنيها بقى ادعكيها زي ما تحبي يعني، بس المهم اعجني فيها لما تحسي ان انت خلاص جبتي كل جهدك فيها. معلش هي مجهدة شوية، بس هتاخدي نتيجة حلوة. وما شاء الله كوبايتين هيعملوا لك يعني الكمية اللي انت شفتيها في اول الفيديو دي، وبالهنا والشفا هتبقى جميلة. عايزة تاكليها كده لان العجينة دي مش مسكرة، عايزة تاكليها كده مع الشاي، زي مثلا كحك، زي المعجنات بتاعتنا اللي هي مش مسكرة كليها، هي معمولة لكده. عايزة بقى تعمليها حاجة مسكرة حاجة حلوة للأطفال، ممكن تحطيها في شربات. تستني كده لا اما هي تبقى سخنة لا اما الشربات يبقى سخن، وتحطيها في الشربات، لا اما ترشي عليها سكر بودرة، لا اما تحطي عليها عسل ابيض، اللي يعجبك اللي ترتاحي فيه. انا حطيت لها بس يعني نقطت عليها حاجه بسيطه خالص من الشربات بتاعنا الحلو اللي معمول في البيت. زي ما انا قلت لكم انا على طول بجهزه وبحطه في ازازه ميه صغيره، وبحطه في التلاجة يبقى جاهز عندي. الازازه ما بياخدش مكان فيها، وكمان يبقى جاهز عندي في اي وقت، لان انا عامله الحاجه الحلوه دي بالليل. وعملتها لهم ميكس ما بين الاتنين، ما بين مسكر وما بين عادي يعني. قطرت عليها بس ما حطيتهاش في الشربات. بصوا العجينه لمت معايا وبقت جميله ازاي. بس زي ما قلت لكم العجينه دي قاسيه شويه.
بصوا يعني انا بعمل بكل مجهودي معاها، هي بس قاسيه شويه ومطاطيه شويه، فعشان كده هنسيبها نص ساعه ترتاح، نغطيها ونسيبها نص ساعه ترتاح. كمان الجو بدأ يسقع، فعشان كده لازم نسيب كل حاجه ترتاح معانا شويه. هي مش هتخمر بس هترتاح. بصوا بعد نص ساعه ارتاحت معايا، وهبدأ بقى احط نشا تاني. افرد النشا كده كويس معايا. اخد بقى العجينه بتاعتي انا هنا، يعني عشان الرخامه بتاعتي صغيره شويه فهقسمها نصين عشان افردها براحتي. بصوا انا هنا فردتها نصين خلاص، والنص التاني حطيته في الطبق بتاعي وغطيته. غطيته بكيس مش بفوطه، انت ممكن تغطيه بكيس وبفوطه، انا غطيته بالكيس بس، تكفيت بالكيس عشان يعرقها كده وما تنشفش مني، لان زي ما قلت لكم العجينه دي قاسيه شويه. افردي بقى فيها كويس جدا. هي هتغلبك شويه في الفردان زي ما انا قلت لكم، بس معلش نستحملها. اعمليها بقى يعني على قد ما تقدري افرديها، لا عايزينها تخينه ولا رفيعه. بصوا انا فردتها ازاي. كل ما ترفعيها كل ما تديكي نتيجه احلى، كل ما تبقى هشه معاكي اكتر ومنتفخه كده معاكي وجميله. بصوا زي ما انا قلت لكم العجينه عشان قاسيه ما تتبهدلش معايا بسرعه. كده بقى انا في الحاله دي هشيل المفرش عشان هقطع العجينه بتاعتي، طبعا عشان خساره ما نقطعش المفرش، فانا كده شلتها. وبرده هحاول افرد فيها شويه كمان، وبعد كده هقطعها بقى. كده يا جماعه انا عامله فرده العجينه التانية، بس لسه هاكد عليها بعد ما اخلص دي. انا مطوله عليكم الفيديو ده شويه، او مطوله عليكم وانا بعجنها شويه عشان ما تبقاش قاسيه معاكم وانتوا بتفردوها فتفكروا ان هي باظت او حاجه. هنا بالقطاعه بتاعه البغاشه وقطعي بيها. مش موجوده عندك بسكينه مشرشره، مش موجود سكينه، اعملي بسكينه عادي خالص، ولا اي حاجه توقفك، زي ما احنا متفقين مفيش اي حاجه بتوقفنا. وده طبعا قطعي السمك اللي انت حباه وعايزاه. بصوا انا بقطع السمك اللي انا عايزاه وحباه. انا خدت الحروف بتاعتها عشان الحروف بتاعتها مش مستويه معايا يعني، فانا خدتها. قطعي بقى انتي على الحجم اللي انتي محتاجاه وعايزاه. هنا انا معايا المعلقتين اللبن، فاكرينهم اللي احنا سيبناهم؟ مش احنا كنا حاطين معلقتين 3 لبن وحطينا عليهم نشا؟ انا بقى محتاجاهم في الوقت ده. وهجيب خله بتاعه الشيش طاووق، لو مش موجوده استبعديها خالص، انا في الاخر هستبعدها وهوريكم. ممكن تجيبي قلم تنضفيه كويس يعني وتغسليه كده وتنشفيه كويس وتستخدميه بدلها. بتعوصي بيه كده وتحطي بقى ايه طبقات على بعضها. استكفي ب3 طبقات بس عشان ما تبقاش العجينه تخينه معاكي قوي، لان ما شاء الله بتبقى عاليه جدا. ما بين كل طبقه عوصي وحطي التانية واتكي عليها. بصي زي ما انت شايفه كده، تكي بقى جامد. عايزاكي تعملي فيها علامه اعملي بقى فيها علامه كده شمال ويمين، قصدي يعني بالطول وبالعرض ايوه كده. العلامه دي هي اللي هتديكي الشكل لما البلحه بتاعتنا تستوي. بصوا جميله ازاي وسهله وبسيطه خالص خالص، وما خدتش وقت معانا، خدت بس شويه مجهود معانا واحنا بنعجنها معلش، وكمان واحنا بنفردها يعني، بس ده كله لمده يعني دقايق بسيطه. بس في الاخر يعني هتعجبك النتيجه بتاعتها جدا. بين كل طبقه عوصي كده، يعني انا سبت الخله وعوصت بايدي عشان لو انت مش موجوده عندك خله تعوصي بايدك. بقيت اعوص بصبعي كده واعمله بالطول وبالعرض.
بص اكدي بس عليها بالطول وبالعرض كده عشان تطلع معاكي جميله. بصوا شكلها جميل ازاي. بصوا بقى دي التانية، دي التانية انا فردتها وسبتها، وبعد كده حسيت انها ايه لمت شويه ففردتها تاني وهشتغل بيها بقى. تخيلوا انا بعمل دي الساعه 2 بالليل او 3 بالليل، علشان البنوته بتاعتي مش عايزه تاكل سندوتشات في الحضانه، فقلت عشان تاخد منها، وبعد ما تعبت والله فيها ما شاء الله اتاكلت بالليل وبنتي ما رضتش تاخدها مع الحضانه. كده الزوايد ديت اللي مش متساويه انا شلتها كلها وعجنتها بايدي كده بسرعه وحطيتها في الطبق وغطيتها بالكيس قبل ما اخلص عشان ما تنشفش مني وتغلبي. قطعي بقى زي ما قلت، الحجم والطول ده بتاعك انت اللي تتحكمي فيه، عايزاها طويله عايزاها قصيره، ايه اللي انت حباه واللي يعجبك يعني. هنا انا بقول لكم ممكن تاخدوها بقى 2 أو 3، وكمان بقسمها لنفسي يعني عشان اشوف الحجم اللي انا عايزاه ايه. بصوا هي العجينة عشان قاسية شوية وناشفة، فعشان كده ما تخافيش مش هتتبهدل منك بسهولة. بصوا بقى هنا انا بدأت اشتغل بايدي اسهل واسرع معايا. بصوا بعمل ايدي كده بالطول واقوم حاطه عليها العجينة بس كده، بقوم جايه بالخله، اقوم جايه بالخله واقوم حاطه عليها. جميله وهشه وهتعجبكم. زي ما قلت لكم عندكم قلم اشتغلوا بيه، حلوه جدا. بصوا كوبايتين عملت لي كميه قد ايه، ما شاء الله على الكميه اللي عملتها. هنا بقى خدتها على البوتاجاز، حطي اي حاجه غويطه يعني حله، كسرولة، اي حاجه غويطه كده حطيها يكون فيها شويه زيت وانزلي عليها. ما تنزليش بكميه كبيره عشان هي ما شاء الله يعني هتنفخ معانا دلوقتي، فمش عايزاها تبقى لازقه في بعض او حاجه. انا ما اقولكوش بقى اول واحده حطيتها دي، بصي ايوه التانية بصي دي لزقت معايا ومستحيل عايزه تفك من الحته دي الا لما اتقطعت. بصوا بس ما تخافوش هتشوفوها ما حصلهاش اي حاجه، هي لزقت بس غلبتني شويه قبل ما طلعت، لان ما شاء الله هي ناشفه جدا من بره، مش جدا يعني مش وحشه، جميله ناشفه بتقرمش كده من بره ومن جوه طريه. بصوا الشكل الجميل، بصي النفش معانا كده وتضاعف حجمها وبقى جميل ازاي. بصوا الجمال، حاجه كده عظمه. بصوا الجمال يا ولاد، بصوا الشكل الجميل وبصوا اللون الجميل، لونها جميل ازاي وشكلها جميل ازاي. اهم حاجه اوطوا عليها، يعني وطوا عليها في الاول علشان تستوي معانا، لان دي 3 طبقات يا جماعه، وزي ما قلت لكم العجينه قاسيه شويه. اول ما تحطوها، اول ما الزيت يسخن، اهم حاجه الزيت يسخن، بعد ما الزيت يسخن كده وطي بقى عليها شويه، بعد ما الزيت يسخن يعني وتحطيها بصوا خدت الفوران بتاعها ده، وطي بقى عليها شويه كده عشان تستوي. بصوا النار بتعمل معايا ازاي، لان انا بوطي وبعلي، وما تبدا بقى تاخد لون من الناحيه دي اقلبها الناحيه التانية، خدت لون برضو بصيتي الناحيه التانية اقوم معليه بقى عشان تاخد اللون بتاعها بسرعه. بس زي ما قلت لكم لازم نوطي عشان تستوي، عشان دي كذا طبقه مع بعض. بصوا الجمال، اول ما تحطيها يا دوبك بس تشم النار تبقى كده. بصوا العظمه، بصوا الكميه واللون، ده تصوير موبايل كمان. الف هنا وشفا، اشوفكم فيديو